ازيك عامل ايه؟ كل جمعة احنا بنتكلم عن سنة معينة من سنن النبي يعني. بس الجمعة ده انا عندي سؤال، هو احنا ليه اصلا بنتكلم عن سنن النبي وليه لازم نمشي بيها؟ طبيعي انك تفضل حاسس بقى انك ضايع وتايه ومش عارف تعمل حاجة في حياتك طول ما انت ناسي جزء السنة ده. ليه بقى؟ لان هو قال لنا سبت فيكم ما معنى الحديث، ان هو ساب فينا اللي لو مسكنا فيه مش هنضل بعديه ابدا. نضل في ايه بقى؟ نضل فينا، يعني نضل في دنيتنا عموما. احساس ان انت والله ما عارف تنجز ولا عارف تمشي ولا عارف تتحرك عشان انت بس نسيت ان هو قال لك كم معلومة وقال لك كم نقطة تقدر تعيش بيها. مش عارف تمشي في حياتك ولا تسعى جامد علشان انت ناسي ان اللي بيطلب العلم ربنا بيقرب له طريقه للجنه. ده انا بقول لك جنه يا راجل، يعني مفيش احسن من كده. زمان الصحابه كان النبي يقول لهم افعل ولك الجنه ولو هيروح يتشاهد. فمفيش احسن من كده. صحتك مش احسن حاجه علشان انت بتنسى تشرب على 3 مرات زي ما هو قال لك، بدل ما انت كل مره تيجي وتشرب فتشرق. طبيعي انك تبقى مخنوق في رزقك علشان انت ناسي ان الرزق على الله وان في السماء رزقكم وما توعدون. مش انت دايما اللي بتجيبه، عليك بس شوية صبر فهيجيلك. وطبيعي تلاقيهم بيبعدوا عنك علشان انت لسانك وحش وفظ وغليظ القلب. طب يا اخي ما تسمع اللي هو قاله. حاجات كتير جدا علمها لنا في دنيتنا قبل الدين بتاعنا، لو مشينا بيها حياتنا هتبقى احسن 100 مرة. مش هنضل بقى بعده ابدا في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. المشكلة ان انت ناسي سنته. عشان كده انا جاي اقول لك انك لازم تحيي سنته، ودي سنة الجمعة، وده حسن عكاشة.